تعرفوا على سبب اعتذار عبد الله جمعة لكل جماهير النادي الأهلي. اعرف التفاصيل. لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك عبد الله جمعة قام بتقديم اعتذار إلى جماهير النادي الأهلي، وهذا بعدما اتهمه الكثيرين بالإساءة إلى القلعة الحمراء، وذلك عن طريق قيامه بنشر مقطع فيديو من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به بالصور والفيديوهات انستجرام. ويذكر أيضا أن جمعة قام بكتابة من خلال موقع التواصل الاجتماعي من خلال انستجرام قائلا: أنا بحترم النادي الأهلي وجماهيره، ومش قصدي الإساءة لأي حد. أنا عملت شير لستوري من غير ما أشوف الكلام اللي مكتوب، وأول ما أخدت بالي شلتها على طول عشان ما زعلش حد مني. والجدير بالذكر أيضا إن عبد الله جمعة قام بإعادة من جديد بنشر ستوري من خلال أحد الجماهير اللحظة الخاصة بتسجيل ركلة الجزاء الحاسمة داخل شباك النادي الأهلي في السوبر المصري، وتم كتابة عليها عبارة خادشة إلى الحياة، حيث أنها أثارت الجدل وحتى حصل على هجوم كبير من خلال جماهير الفريق الأحمر النادي الأهلي. وأيضا إن اللاعب ظهر بشكل جديد وجيد، وهذا منذ إصابة محمد عبد الشافي، وأيضا مشاركته الأساسية مع نادي الزمالك، كما أنه نجح في الصعود في ذلك الفريق فريق نادي الزمالك إلى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لمواجهة النادي الأهلي يوم 27 من نوفمبر الجاري 2020. وسوف يلتقي الأبيض مع الأحمر في لقاء تاريخي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهو الذي يتم في نهائي هذه البطولة لأول مرة في هذا التاريخ. وبكده نكون وصلنا لنهاية هذا الخبر. طبتم وطاب توقيتكم. نلقاكم دائما في أفضل صحة وحال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.